اخوكم السويق يحدثكم من الشيخ زايد. النهارده كنا جايين عشان لونش عربيه واحده اللي هي الام جي 4 الكهرباء. زي ما انتم شايفين الموضوع يعني افور من المنصور للسيارات. بقى اليوم العالمي للمنصور النهارده قلبت معرض، يعني في اوتوماك على الضيق النهارده معمول مش عارف ايه. المهم دي ام جي 4 فول الكتريك، ودي تاني عربيه من ام جي تاخد 5 ستارز في اختبارات التصادم الاوروبيه اليورو انكاب. دي كانت اكتر عربيه كهرباء صدرتها الصين سنه 2023، وتعتبر تقريبا ثاني اكتر عربيه كهرباء بتتباع في بريطانيا. عربيه يعني الديزاين اقرب حاجه للهاتشباك، ولكن مختلف شويه طبعا عن عربيات ام جي اللي احنا عارفينها. اللون ده طبعا الاورنج ده اللي يعني السيجنتشر بتاع العربيه، لون صايع الحقيقه. بس انا عجباني اكتر بكتير من ورا الحقيقه. من ورا فعلا ديزاين مختلف. في الستريب ده طبعا بينور، كل ده بينور. فلما النور بينور بالليل الموضوع بيبقى في اللذيذ جدا. من جوه برضو العربيه يعني جيل مختلف خالص عن اللي احنا عارفينه من ام جي. الشاشه اللي في النص دي طبعا بتتحكم في كل وظائف العربيه. جيل جديد من الانفوتينمنت غير اي حاجه موجوده في عربيات ام جي البنزين اللي موجوده حاليا. عجباني كمان الطاره دي قوي، حاجه سبورتي كده، تحس انها مستوحاه من عربيات السباق بالفلات بوتن اللي موجوده. هو يمكن بس الكواليتي في الابواب هنا من فوق مش احسن حاجه. هو في هنا جزء زي جزء جلد كده من هنا مع ستيتشنج بلون العربيه، ولكن البلاستيك اللي فوق يمكن يعني مش احسن كواليتي. ام جي 4 بتيجي مصر رسميا بفئتين. اول فئه فيها موتور خلفي 168 حصان مع بطاريه 51 كيلو وات في الساعه. الرينج بتاعها الرسمي 350 كيلو في الشحنه الواحده. تاني فئه بيبقى فيها موتور 201 حصان، هما الاثنين دفع خلفي ولكن مع بطاريه اكبر، ساعتها 64 كيلو وات علشان تمشي 450 كيلو في الشحنه الواحده. الاسعار اول فئه 1,350,000 جنيه، تاني فئه 1,650,000 جنيه. وبكده ام جي 4 النهارده خطفت لقب ارخص عربيه كهرباء متوفره رسميا في مصر.